يعني انا لا بتفائل ولا بتشائم بارقام، لان طبعا الموضوع ده مش حقيقي، ولكن الفنانين اللي جايين دول بيتشائموا من ارقام معينه وبيتفائلوا من ارقام معينه. فاتن حمامه كانت بتتفائل بيوم 14 في الشهر، فبالتالي هي حبت رقم ال 14، لان ده يعني كان اول يوم تقف قدام كاميرا فيه كان يوم 14. وفترة قعدت فيها في البيت عشان السن، طبعا الناس دول ما تشوفهاش بقى بتتدرج في السن وكده لما تختفي وهي طفلة وتطلع شابة مرة واحدة. لما رجعت تاني بقى بعد الاختفاء ده كان يوم 14 برضه، فكانت بتحتفل بيوم 14 من كل شهر. أستاذ شكري سرحان بقى كان بيتفائل برقم 7، لأنك لما تعمل 7 بإيدك كده أو بالصباعين دول بيبقى زي علامة النصر. وبرضه دخل معهد السينما يوم 7 في الشهر، وأول تجربة سينمائية ليه على الشاشة كانت يوم 7. وشكري سرحان كان عنده خاتم بفص اسود كان حفر عليه رقم 7، حبا يعني في هذا الرقم. ظهرت العلا بقى بتتفائل برقم 11، وما عندهاش اي سبب في كده. هي قالت انا برتاح لما بشوف الرقم ده، هي قالت انا برتاح لما بشوف الرقم ده من غير اي سبب كده. استاذ محرم فؤاد رحمه الله عليه يوم 25 بالنسبه له هو يوم جميل، لان هو اليوم اللي اتولد فيه. اما مريم فخر الدين، فرقم 13، رغم ان طبعا الرقم ده كل الناس هتقول لك لا ده هو رقم نحس، وانا عندي وجهه نظر في الموضوع ده. ورقم 13 ده نحس عند الانجليز، مش عشان يعني مش عندنا احنا، لانه كان اليوم اللي غالبا اغلب الدول اللي احتلتها انجلترا او بريطانيا العظمى يعني تم الخلاص من الاحتلال بتاعها كان يوم 13. فالانجليز تشائموا منه لانه يوم تحرير دول كتير جدا كانوا محتلينها، فالمفروض بالنسبه لنا احنا يبقى رقم جميل يعني. لكن كل الناس بتتشائم رقم 13 الا مريم فخر الدين، بتحبه جدا. قالت ان انا كنت هغرق اليوم ده لكن صحابي انقذوني، لو كان رقم نحس كان زماني غرقت. احمد مظهر بقى بيتفائل برقم 9، وهدى سلطان برقم 12 ومن غير ما يقولوا الاسباب، وليلى فوزي بتتفائل برقم 6، مديحة يسري بتتفائل برقم 16. اما هند رستم بتتفائل برقم 4 وبتقول ان هو رقم يعني وشه خير عليها. عماد حمدي بيتفائل برقم 17، محمود المليجي برقم 17، محسن سرحان وأمينة رزق برقم 17. أغلب الفنانين طبعا بيتشائموا من رقم 13. ودي كانت حلقتنا النهارده. وقول لنا لو بتتشائم من رقم او بتتفائل من رقم، او لو زي كده ما عندكش اي رقم بتتشائم منه او بتتفائل منه ومش بتقتنع اصلا بموضوع دخل الارقام بالاحداث اللي حاصله حوالينا.